لو سمحت ركزوا في الشغل بتاعكم، ركزوا في المهمه اللي جايه، لان المهمه اللي جايه صعبه، وفي ناس انا بقول لكم بتحاربكم، وفي ناس مش عايزاكم، وفي ناس زعلانه ان انتم مسكتوا منتخب مصر ولاعيبه قدامى ولاعيبه من الجيل بتاعك. فكابتن احمد حسن بصفته ان هو اعلامي او بيطلع في البرنامج او حتى كمحلل او حتى بيقدم البرنامج، طبيعي هنتكلم. هو فعلا مش هاخد اذن منك. انا بتفق مع كابتن احمد حسن في الجزئيه دي، مش هرفع سماعه التليفون اقول لك كابتن ابراهيم وبعد اذنك استاذن لي من كابتن حسام ان انا اطلع اتكلم عليك. فلو سمحت ركزوا في شغلكم، سيب اللي يتكلم يا كابتن حسام، سيب الحرقه والعصبيه والحاجات دي. واحنا لعيبه عادي، بس لما بقيت مدرب او بقيت اعلامي موضوع مختلف، موضوع مختلف تماما. انا واحد من الناس بصراحه لما حد يجي يرد عليا هرد، اي حد هيجي يتكلم انتقده وهيجي يرد عليا هقوم رادد وهقوم مركز